فنزات اشتركت كوت عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقى اللي قالوا عليها كل المقاسي طلعت مقاسي، الا ما في مأساة واحده ما ظبطتش معايا، لا كلها ظبطت ولله الحمد. انا بصوا يا جماعه، الناس ما هيش سايباني في حالي. هتقولوا لي طب ما انتش عم بتنزلوا فيديوهاتك على الفيس وعلى التيك توك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب، ما انتوا اللي كاشفين حياه كل الناس والناس كلها بتشوفكم والناس عارفه كل حاجه عن حياتك. مش معناه يا جماعه ان احنا نبين لكم ان احنا مبسوطين وناس كويسين وناس حلوين، ان الدنيا كويسه معانا، لا والله. كل الحكايه ان احنا عايزين نخف عن نفسنا ونرفع عن نفسكم شويه. الناس لقيناها بتتبسط بينا وبتتبسط بكلامنا بفيديوهاتنا، وتقابلنا في الشارع ومبسوطه وبتقول ان احنا بنديها طاقه ايجابيه. انا ما اعرفش ازاي بنديها طاقه ايجابيه رغم ان انا طاقتي كلها سلبيه. والواحد يرجع ويقول الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه. المفروض ان احنا نرضى بقضاء ربنا وقدره وكل اللي عطاه لنا، لان ما فيش حد في الدنيا دي مظلوم. ربنا عز وجل قسم لكل واحد نصيبه 24 قيراط، ما حدش فيهم اقل قيراط من التاني. جهز 24 قيراط دول، ربعهم صحه، ربعهم مال، نصهم بنون، الله اعلم هتبقى في ايه، وممكن راحه بال على صحه على ستر، والجاز الرزق شويه. الناس ربنا عز وجل مقسم لكل واحد رزقه وما ظلمش حاج. احنا اللي ظالمين نفسنا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فاحنا قبل ما نبص للناس ونترقب عورات الناس ونشوف فلان عمل وفلان سوى وفلان خلى، ونبص في رزق بعض، ان نشوف حياتي انا ونعدلها ونظبطها. واحنا ما بنقولش حاجه طبعا، الحسد ده اولا مذكور في القران، بس احنا ليه ما نزدعيش لغيرنا نقول اللهم ارزقنا وارزقنا مثلها؟ ليه بنحبش غير نفسنا؟ ليه بنحقد على الناس؟ ليه شغلتنا بس الترقب لعورات الناس وترقب على حالهم، ده عمله ده سوى ده خلوا؟ زي ما الناس دلوقتي بتقول ده انتوا جايبين البيت ده من فلوس السوشيال ميديا. طب قسما برب العزه ان ما في طوبه من البيت ده كله انصرف عليها جنيه من فلوس السوشيال ميديا. الفلوس اللي انصرفت على البيت ده واللي جابت بيها البيت والارض، والله دي مدفوعه بدم وعرق حماتي وجوزي، هم اللي دافعين وهم يعني اللي شقيانين. ده جايبها كمان من قبل ما نتجوز، على اساس ان كنا هنعمل فيها بيت ونتجوز فيه، بس لقينا كده هتقدم بينا العمر وهنبقوا شيوخ شباب وما اتجوزناش لسه. صحيح اللي ما يعرفش يقول عدس، والبني ادم على قد ما بيتعب على قد ما بيلاقي، يعني على قد ما تجتهد على قد ما هتلاقي مقابل. يا ريت ما حدش يبص في رزق حد، وكل واحد يبص في ورقته، وكل واحد يرضى باللي ربنا كاتبه له، عشان والله كل واحد في نعمه كبيره. اقسم بالله ما تتبطروش على النعمه عشان ما تزولش من وشكم، ونرجع ونقول الحمد لله على كل حال. ربنا عز وجل جايز ما منش علينا بنعمه الخلفه لحد دلوقتي، بس ده رزق هو ما اردش ان هو يقسمه لنا دلوقتي، سبحان الله. وبالنسبه بقى للاسعار اللي احنا بنقولها في الفيديوهات بتاعه الخضار وبتاعه الحاجه، ما انا عارفه ان الناس كلها عارفه ان الحاجات ديت ما هي الا مزحه، ومش معنى ان احنا بنقول الاسعار ديت ان هي مش حقيقيه، لا حقيقيه، بس ممكن نكون بنشتري ربع كيلو نص كيلو، كميات قليله يعني، بس الناس متقدره وطالع عينها، احنا كمان نطلع عينها. احنا بنحاول ان احنا نعملها هزار، وانتوا عارفين ومتاكدين ان ده كله على سبيل الهزار والمزح، ان احنا بس مش بنكذب او كده. والناس اللي عماله تقول انتوا بتاخدوا فلوس وبتعملوا ومش عارفه ايه، ربنا العالم ان احنا تعبنا قد ايه وشقينا قد ايه، ما زلنا بنتعب وبنعيش عشان ربنا عز وجل يفرجها علينا ويرزقنا. الكلام ده محدش ياخده على محمل الزعل، دي نصيحه مني لكم، انا بنصح نفسي قبل ما انصح، ومحدش يزعل منها، انا بنحبكم قوي قوي برضو. سلام عليكم.